صباح الخير عليكم. النهارده ان شاء الله سفريه جديده. ان شاء الله طالع الفيوم. هزور بحيره قارون، وهزور شلالات وادي الريان. فان شاء الله تبقى رحله حلوه، ويا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا، توكلنا على الله. الساعه دلوقتي لسه 7 الا ربع، او مش لسه، وانا المفروض اطلع بدري عن كده شويه. ان شاء الله هحاول اشد شويه، انا لسه على طريق المريوطيه. ربنا يسهل. الحمد لله طلعت من الزحمة. أنا كده خلصت ميدان الرماية، أهرامات الجيزة. إن شاء الله مكمل الطريق، يا مسهل الحال يا رب. الحمد لله بدأت أخد الطريق أهو. الجو مش أحسن حاجة بس معقول يعني. الشمس بدأت تشد شوية. نكمل الطريق. تعالوا كلوا بقى فضل كده شوية فول. شوية فول بالزيت الحار، ناكل ونكمل الطريق. الحمد لله فطرت. الحمد لله فطرت، بس كان ناقصها بس كوباية شاي. راحة صغيرة كده، رايح جسمي شوية، اصل بقالي كتير ما بسافرش، فطلعت الطلعة مرة واحدة تعبت. المرة دي طلعت بالعجلة الرود. العجلة دي أصلا مركونة بقالها كتير، يعني آخر مرة سافرت بيها كان في رحلة العين السخنة من حوالي سنة 2019، ومن ساعتها مركونة بقى، يعني على طول بطلع بالماونتن عشان بشتغل بيها، بروح بيها الشغل. فلما العجلة الماونتن بتعطل فباخد من العجلة الرود على ما ربنا يفرجها ويبقى معايا فلوس. فالحمد لله يعني أخيرا صلحت العجلة الرود، طلعت بيها اهو، وان شاء الله تبقى رحله موفقه يعني. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش اخرام، مفيش اعطال، بس الشمس شدت شويه، فالله اللي باقي اسهل يعني. ان شاء الله كل الطريق اللي جاي نازل لتحت. يلا بينا يا باشا، توكلنا على الله.
البوابات. وصلت بحيرة قارون بعجلتي. بحيرة قارون. أخيرا وصلت. بس المية تحس إنها معفنة شوية، مش معفنة، هي مطينة. أنا مش عايز اتأخر، هشوف كده ربنا يسهل. مركز ومدينة يوسف الصديق ورحب بكم. أنا مش عارف أكمل ولا كفاية كده ولا إيه. وأنا هكمل لحد ما تقابلني عربية. قابلتني عربية خير، ما قابلتنيش هكمل. انا تعبت. تعبت وهستنى ميكروباص وان شاء الله راجع، عشان خلاص انا جبت اخري. لحد دلوقتي مش لاقي ولا مواصلة تروحني، ربنا يستر. اضطريت ارجع لورا تاني، كنت شايف موقف هرجع للمدقات تاني، صدقت خلصت منها. بعد ما فشلت ان انا اوقف ميكروباص على الطريق، اضطريت ان انا ارجع لورا تاني، لان انا عديت على موقف ميكروباص يعني عديته بتاع حوالي 5 كيلو، فاضطريت ان انا ارجع له تاني واركب من الموقف. وزي ما انتوا شايفين كده الطريق مكسر وفي مدقات، والعجلة الرود مش بتجري في الطرق المكسرة دي، وده سبب من اسباب ان انا مش قادر اوصل، مش عارف اجري بالعجلة، مش عارف اكسب وقت، فالموضوع هيطول معايا. فلا، تعبت من الطريق وقلت ارجع احسن واعوضها في مرة تانية ان شاء الله.
فات حاجة هتنزل ان شاء الله. العجل على الاجره دي هتاخد عليها كام؟ 50. طب الفرد بكام؟ الفرد ب 30. طب ليه العجلة أغلى؟ اللي عايز تدفع كام؟ انا قلت اللي عندي. خليها 60 30 و30.